We gave you through this stupid president $350 billion. مين الصنايعي الحمار اللي كان شغال قبلي في الشغلانه دي؟ ترامب حرفيا ما بيسيبش فرصه الا لما يشتم بايدن. ما تيجي اي مناقشه في اي موضوع لازم يشتم بايدن. قاعد النهارده ترامب مع زيلينسكي هو والنائب بتاعه، نفخوا الراجل، مسحوا بكرامته الارض، وبعد كده طردوه بقى بره البيت الابيض خالص. القصه بدات بان ترامب استقبل رئيس اوكرانيا. ان اللقاء ده في المكتب البيضاوي قدام الصحفيين. ترامب بيبقى عايز ايه؟ يقول كلمتين، واللي قدامه يقول كلمتين بدبلوماسيه اعلى درجات الدبلوماسيه. بس الراجل بدايه كده من دخلته داخل باللبس بتاع الجيش، داخل بتيشيرت وبنطلون. حتى واحد من الناس الصحفيين اللي واقفين قالوا له انت فين يا عم البدله؟ انت ما انتش لابس بدله ليه؟ انت بتحترمناش ولا ايه؟ You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting the dignity of this office. اللي هي البدايه قبل اي حاجه خالص. الراجل بيتكلم وعمال يعرض صور للروس عملوه فيهم وبتاع، فقام جاي انت عايز نطلع هاجم بوتين؟ الكلام ده مش هيحصل. ومسكوا نفخوا. وهو بصراحه الراجل غلطان بسبب انه مش لابس لبس رسمي، غلطان بسبب الطريقه اللي هو اتعامل بيها معاهم، انه ما بيتعاملش معاهم، ما بيحترمهمش. يعني حتى هم الناس بيتكلموا بدبلوماسيه وان احنا هنحل الموضوع بشكل دبلوماسي، قال لهم دبلوماسيه ايه بتاعتكم ديت؟ الراجل من 2014 وهو غزانا واحتل جزيره القرم، بيقتل الناس من 2014 وانتوا ما بتعملوش اي حاجه. يعني من الاخر عايز يقول لهم ان انتوا الكلام بتاعكم ده كلام فارغ، وانتوا ايه كلامكم ملوش اي 30 لازمه. روخر قام جاي قال له انتوا من غيرنا ولا تسووا. Right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position. وانتوا ضعفاء. ومسحوا بكرامته الارض. في الاخر لغوا التوقيع على صفقه المعادن اللي هو كان جاي يوقع عليها، ولغوا الاكل ولغوا كل حاجه، وكرشوا الراجل خالص بره البيت الابيض. اللي يقعد قدام ترامب حاجه من اتنين، يا يهز راسه وما يعترضش، يا ما يقعدش. تعترض بقى وهتعمل لي قلق، هجيب لك القديم والجديد وهمسح بكرامتك الارض. هي دي السياسه دلوقتي.